وي يا علي وي، وي يا علي وي، يا أهلي أمرك، يا سيدي أمرك، يا معلول أمرك، يا أهلي إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أوه سطلنا سطلنا لنا يا معلول، يا ملك الحلول، يا معلول يلي بتخلق الحلول. معلول انت بتعيد علينا، معلول انت مفيش زيك ولا هيجي زيك يا معلول، مش بس في النادي الاهلي، لا ده كمان في مصر وفي افريقيا يا معلول. الله اكبر عليك يا معلول وعلى اللي انت بتعمله معانا ومع بص انت مفرحنا. معلول انت طول عمرك يا معلول مربع في القلب، يا ابن تونس ويا ابن مصر يا معلول، يلي طول عمرك يا معلول. بص احنا بنقعد نقول عليك انت ابن النادي الاهلي، انت مولود في النادي الاهلي يا معلول. انت مش بس عشان بتلعب في النادي الاهلي فانت مستواك كده، لا انت حبك وانتمائك للنادي الاهلي فهو ده اللي موصلك كده. انت مفيش زي معلول ولا هيجي اصلا زي معلول. الله عليك يا معلول. بص بقى، مبروك للنادي الاهلي النهارده فوزه بثلاثيه ولا اروع. مبروك النادي الاهلي النهارده فوزه النهارده ب3-0. الاهلي النهارده بيعيد علينا، الاهلي النهارده بيقول لنا كل سنه وانتم طيبين. النادي الاهلي النهارده بيكسب البنك الاهلي بنتيجه فرحة طبعا الاهلاويه كلهم، النتيجه المفضله عند كل الاهلاويه ب3-0. الاهلي بيكسب ب3-0 النهارده، الاهلي بيعزف سيمفونيه. الله عليك يا اهلي، على حلوياتك يا اهلي، وعلى بص اللحمه اللي انت بتديها لنا يا اهلي. ايه يا اهلي الحلاوه دي يا اهلي؟ انت بتدينا عاديه غاليه قوي من العيار التقيل يا اهلي. بص بقى، مبروك للاهلي طبعا صداره الدوري الحمد لله برصيد 68 نقطه. مبروك للاهلي فوزه النهارده بثلاثيه نظيفه. مبروك للاهلي الاهداف اللي بقى يجيبها من الكرات الثابته. مبروك للاهلي النهارده. بص انت النهارده الاهلي، انت النهارده فريقك يعني بيكسب بالنتيجه المفضله ليك، بيكسب بالنتيجه اللي احنا كجماهير كلنا بنحبها، وال20 مليون بيتضايقوا من النتيجه دي. شفتوا بقى الاهلي بيعمل ايه؟ يا حرق دمهم يا اهلي، يا اهلي الله عليك يا اهلي. اتكلم بقى عن كولر بامانه بقى كده، لان كولر طبعا اللي يرجع له الفضل. كولر عمل مع النادي الاهلي من ساعه ما مسكه في تقريبا 9 شهور دول حاجات كتير قوي، منهم ان كولر ابتدى اول حاجه ان هو يشوفها ان هو يعمل اعاده تدوير للعيبه، وفعلا ابتدى ان هو يكتشف مراكز، ابتدى ان هو يخلي كل لاعب يشوفه في كل المراكز عشان يقرر بعد كده. ما خلاش لاعب ثابت على حاجه واحده، لا ابتدى ان هو يطور من اللعيبه. زي ما شفنا كده خالد عبد الفتاح بيلعب مكان معلول، بيلعب مكان محمد هاني، بيلعب قلب دفاع. زي ما شفنا ديانج مره يبقى مع الهجوم مره يبقى مع الدفاع، اكرم وكريم بيبدلوا مع بعض قبل كده. فالنادي الاهلي كولر عمل حاجات كتيره قوي مع النادي الاهلي. نتكلم بقى ان كولر بقى خلاص يعني بقى مخلي بيراميدز اللي هو ايه المركز التاني حلو، خليك في المركز التاني، فاهمني؟ يعني هو مخلي خلاص فيوتشر ان هو لا انت بتلعب على المركز الثالث، بتلعب مع بيراميدز وبتلعب مع الزمالك، لكن النادي الاهلي ما فيش حد يقدر يلعب معاه خالص. بقى خلاص يعني مخلي الزمالك بقى يعتبر مقتنع ان هو خلاص ولا عمره هياخد الدوري ده خلاص راح منه الموسم ده. خلاص بقى اخره ان هو يلعب مع المصري، بقى يلعب مثلا مع الاسماعيلي، بقى يلعب مع فيوتشر. لكن خلاص الاهلي بقى موري كل الفرق اللي عنده ان هو لا مش هتشموا او مش هتوصلوا ان انتوا تاخدوا الدوري. حتى لو وصلتوا للمركز الاول ماشي، ده ممكن بيبقى عشان ماتش ولا حاجة، ولكن انا اللي هوصل تاني للمركز الاول. كولر يعتبر بيعمل شغل من العيار التقيل، شغل عالي جدا. كولر ابتدى بتدوير اللعيبه ودلوقتي بقى بيدربهم على الكور الثابته زي ما شفنا النهارده. يعني زي ما شفنا النهارده ماتش الوداد، عبد المنعم لما جاب كرة ثابته من معلول، والنهارده معلول لما بيجيب هدف ولا اروع
ولا اروع من فاول جامد لشريف معلول، بيحرز هدف صاروخ. ابو جبل وقف قصاده، الجبل اتهد قصاده، الجبل اتهد خلاص، مسمار كده اتثبت في الارض قصاد هدف علي معلول. الشوط على المرمى خارج ال 18 بقى، من ده كولر ابتدى يشتغل عليه. عبد القادر اللي ابتدى يشوط من بره ال 18 واللي بيحرز هدف تاني للنادي الاهلي من بره ال 18. وي يا علي، وي يا علي، وي يا حلوياتك يا علولو، يا حلوياتك يا عبد القادر، يا حلوياتك يا كولر، الله عليك. وبص احنا مبسوطين وفرحانين بالنادي الاهلي، لان احنا كولر عارفين باللي هو بيعمله مع فرق الدوري والفرق المحليه الموسم ده. بيفكرني بمين؟ مانويل جوزيف. ايوه، اللي هو كولر خلاص، انا البابا، انا بابا الدوري، انا بابا البطولات كلها، ما تفكروش يعني اي بطوله انا هشارك فيها دي بتاعتي وانا اللي بص بكتب اسمي عليها من ذهب. فاضل يا اهلي، كنا من اللايف اللي فات قلت 4 تكات، لا اللايف ده خلاص 3 تكات، 3 تكات ب3 مباريات، 9 نقط يا اهلي، 9 نقط على ال3 مباريات يا اهلي، وتخلص الدوري ويبقى بتاعنا ان شاء الله. 3 تكات ب3 مباريات ب9 نقاط يا اهلي، وخلاص يا اهلي تبقى ان شاء الله خدت الدوري رسمي. ولا يقول لك مين يطلع الاول ولا مين يطلع التاني، ولا انا ممكن اخد الدوري لو لعبت ماتش كمان. بص مفيش الكلام ده خلاص. الاهلي يعني مش هنوصل ايه يعني، انت يا اهلي 3 نقاط يا اهلي، 3 تكات، 3 مباريات، 9 نقاط، خلاص الدوري بقى بتاعنا بقى. ولا يعني في حاجه كمان بقى انا عايزه اقولها. بيراميدز دلوقتي يعني عنده 67 نقطه في المركز الثاني، فيوتشر في المركز الثالث عنده 66 نقطه. الزمالك بقى يعني فيوتشر عنده كم؟ فيوتشر لا 57 نقطه، فعفوا معلش، فيوتشر عنده 57 نقطه والزمالك عنده 56 نقطه. اقصى حاجه ممكن ان هو يوصل لها الزمالك، اقصى رصيد 65 نقطه، 65 نقطه. ده لو بقى بص طحن مباريات وكل حاجه. فالزمالك كده باي باي افريقيا رسميا يا جماهير الزمالك بيودع المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا خلاص. يعني بعد فوز بيراميدز على سموحه في الدوري بنتيجه 5-2 برصيده 67، وفيوتشر خلاص بقى فيوتشر كده برصيد 57 نقطه. فانت كده باي باي يعني، ولا دوري ولا بطوله افريقيا. فانت عشان ما تخرجش بموسم 0 من البطولات، هي حاجه واحده اللي ممكن يعني تنجدك، وهي البطوله العربيه الحاجه الوحيده اللي ممكن تخرجك بس موسم مش 0 من البطولات. ده لو انت طبعا كان عندك نفس طويل، ده انت هتلعب مع كريستيانو، مع كريم بنزيما، وهتلعب مع الاتحاد الناصر، فانت هتلعب مع كتير قوي. فانت ايه يعني، تشجع كده عشان تفرح جماهير الكرة المصرية، تفرح جماهيرك وعشان كمان ايه تشرف اسم مصر برضو. يعني ما مش هيفضل الاهلي بس، عايزين برضو فرقة تشد حيلها هي كمان. الزمالك بقى هيلعب السنة الجاية في الكونفدرالية هو فيوتشر بعد غياب 4 سنين، صح؟ 4 سنين هما الاتنين بقى لهم 4 سنين، يعني من 2019 مفيش. فانت السنة الجاية بقى كده هتلعب. قبل ما ادخل على المباراة ندخل على البابا كولر. شوف عمل ايه مع النادي الاهلي في الموسم الحالي بالثلاثيات. شوف يا ترى كم فريق يا جماهير النادي الاهلي، انتوا عارفين كم فريق الاهلي بيعلم عليه بالثلاثيه؟ عارفين؟ 14 فريق الاهلي بيعلم عليه بالثلاثه. الاهلي والاتحاد السكندري بال3-0، الاهلي وسموحه بال3-1، والاهلي والزمالك
الثلاثيه. وادي يا اهلي الاهلي واسوان بال3-0، الاهلي وغزل المحله بال3-0، الاهلي وفاركو بال3-0، الاهلي وبيراميدز بال3-0، الاهلي والاتحاد المنستيري بال3 يا اهلي، الاهلي واوكلاند سيتي 3 برضو، الاهلي والقطن الكاميروني بال3. بصوا بقى لما اقول بال3 بس يبقى ثلاثيه نظيفه معلمه. الاهلي والازرق الهلال السوداني بال3، ثلاثيه نظيفه. الاهلي والترجي التونسي بال3، والاهلي وحرس الحدود المباراه اللي فاتت كانت بال3. مباراه النهارده واخيرا وليس اخرا بال3 النهارده الاهلي مع البنك الاهلي بال3-0. افتح يا تاريخ وسجل ان مفيش فريق زي الاهلي في موسم واحد قدر ان هو يحقق 14 ثلاثيه، ولسه لسه فيه اللي جاي تقيل اتقل من ده. فمعلش بقى، معلش، ما انتوا ما نعمل ايه يعني. انا بصراحه كده نفسي تشدوا حيلكم بجد. كولر بقى عامل ايه؟ هقول لكم على حاجه. كولر بيحاول يقنع نفسه بجد هو ولاعيبه النادي الاهلي ان لا، مش اكيد هو مش بينافس نفسه، يعني لا، في اكيد منافسين تاني. بس يا كولر اللي انا عايزه اقوله لك انت ولاعيبه النادي الاهلي، يا مهما تلعبوا حتى لو باداء وحش انتوا بتكسبوا. انا عارف بحب قوي المباريات اللي الناس بتقعد تنق فيها. عارفين ليه؟ ان قعدوا يقولوا على مباراه البنك الاهلي النهارده والاهلي المباراه بتبقى وحشه قوي، وبصوا النتائج بتبقى رخمه، 1-0 و1-1، فالنتائج بتبقى صعبه قوي. الاهلي بقى بجد تقريبا ما بيجيبش بثلاثيه، ما بيجيبش بال3 غير في اليوم اللي انتوا بتقعدوا تعملوا فيه كده بجد. لا 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 لا, لا. يا اهلي امرك بص، احنا يا اهلي تحت امرك، احنا جماهير النادي الاهلي. انت تطلب يا اهلي واحنا ننفذ، مع ان مش ده اللي بيحصل، اللي احنا اللي بنطلب والاهلي بيحقق. الاهلي بيحقق المعجزات. كل سنه طبعا وانتوا طيبين، كل سنه وكل الامه الاسلاميه طيبه، كل سنه وكل جماهير النادي الاهلي طيبه. افرحوا بالعيد، او بالاخص افرحوا بالعيديه اللي النادي الاهلي بيديها لنا. افرحوا بالفوز، افرحوا بالاهداف، افرحوا بالثبات في اداء النادي الاهلي، افرحوا بالثلاثيات، افرحوا بالاهداف اللي بقينا بنجيبها من الكرات الثابته. وي يا علي، وي يا علي، وي الله عليك يا علي. وجول اهلاوي، 3 اجوان اهلاويه. كولر لما جه النادي الاهلي كان في اللعيبه اللي عندها روح، بس ما ادائها ما كانش قد كده. كان في اللعيبه اللي مثلا عندها اداء بس بتلعب من غير روح، او محتاجه انها تشد عليها اكتر. فكولر بصوا، كولر مظبط الدنيا بقى، كولر مظبط قوي يعني. بصوا بقى، هدف الاول من فاول لمحمد شريف علول الملك، علول اللي بيخلق الحلول، في الدقيقة 19. الهدف بقى التاني في الدقيقة 29. كل ده استنوا في الشوط الأول، في الدقيقة 29 من اسيست المعلول اهو. بصوا، من معلول لأحمد عبد القادر. بصوا بيجيبها بمعلمة من خارج ال18، من بره ال18 عبد القادر بيحرز هدف. فشفتوا بقى يعني اهداف النهارده. ابو جبل بصلها كده اللي هو يا عم انا مش قادره اتحرك، يا عم ايه الاهداف دي؟ ايه الصواريخ اللي بتتحدف عليا؟ القذائف اللي بتتحدف عليا دي يا اهلي؟ بجد يا اهلي مفيش زيك اتنين. استحواذ كامل للنادي الاهلي في الشوط الاول والشوط الثاني، بس البنك الاهلي ابتدى ان هو يبان قوي في الشوط الثاني شويه، وكان ممكن يبقى كان في كام كوره، ولكن برضو الاهلي مفيش زيه. عارفين برضو في حاجه كمان عايزه اقولها، ديانج ده لو هو بصوا بيخترق وبصوا وبيوصل وكده، والله اكبر عليه، ودبابه بجد في الملعب واداؤه حلو. بس عارفين بقى لو كولر يشتغل على ان ديانج يجيب اهداف، ديانج هيبقى هالاند. ديانج يا جماعه عشان دبابه، فديانج هيبقى هالاند ان شاء الله. لو ركزنا قوي على الحته دي، لو ركزنا ان زي ما
يعني زي ما ديانج لا بيشوط قذايف وكده وبيباصي صح وتمريرات وبصوا. فلا لو ركزنا قوي على ديانج، وده غير ان هو بيشوط من بره ال 18 كمان، يعني كمان بيشوط من بره ال 18. فكده لا لو طورنا ديانج اكتر من كده، ديانج هيبقى بجد هالاند. ديانج مش هيبقى فيه زيه اتنين اصلا في خط الوسط او في الانديه عموما اصلا. يا عطيه، يا مروان يا عطيه. بص يا مروان، انا بقيت خلاص يعني بقيت واثقه ان ما ينفعش اي تشكيل للنادي الاهلي انت ما تبقاش فيه. الصراحه اي تشكيل للاهلي يا مروان انت لازم تبقى موجود فيه يا مروان. انت رجل المباراه، انت يعني المان بتاع المباراه. انت يا مروان عطيه اللي بص يعني الصراحه ايه، حتى لو خط الوسط انت ما كنتش بتلعب فيه هيبقى تمام وكل حاجه وشغالين، بس برضو تكايه مروان عطيه هتبقى ناقصه. يعني مروان عطيه برضو حلاوته والتمريرات بتاعته، الباصات بتاعته، الخطوره اللي بيعملها في النص، في خط نص الاهلي لا مش هتبقى موجوده، هيبقى فيه خلل في خط وسط النادي الاهلي. فعشان كده مروان عطيه من اللعيبه المهمه جدا في الاهلي. مروان عطيه من اللعيبه اللي ما اقولكوش على اللي هي عملته. الوينجين عندنا النهارده اذا كان بقى بعد ما عملنا تبديلات او لا، يعني مثلا عندنا عبد القادر، بيرسيتاو، طاهر محمد طاهر، كريستو، كلهم كانوا عاملين اللي عليهم النهارده حقيقي. اللعيبه كلها ما اقولكوش بقى كان في لاعب وحش، مع ان كان فيه وانا هقول لكم عليه، ده انا يعني اظن يعني من غير ما اذكر اسماء يعني، ولكن اللعيبه الباقيه بقى ما شاء الله كانوا عاملين اللي عليهم. بس بقى يا شريف احنا يا شريف بنعديها لك. عارفين ليه؟ عارف ليه يا شريف احنا بنعديها ومش بنقوم عليك؟ علشان احنا بنبقى كسبانين، انت بتضيع واحنا كسبانين، فهمت؟ يعني مثلا 20 انفراد يجي لك بتضيعهم كلهم، احنا مش بنكلمك عشان احنا بنبقى كسبانين ساعتها بنتيجة كويسة. ولكن ما يكونش مثلا يجي لك انفراد في الشوط الاول ما تجيبش منه هدف، لا ما انت اهدى كده. ها يا شريف ركز يا شريف لان احنا كهربا ما عندناش بديل مكان كهربا. يعني بديل كهربا انت وشريف بديله كهربا، فانتوا الاتنين مفيش غيركوا اصلا في الاهلي دلوقتي. فانت يا شريف ركز علشان احنا عايزين شريف المخيف يرجع تاني. عشان انت المفروض يا شريف انت بتضغط كل حاجة وبتعمل خطورة في الملعب، ولكن انت ايه مركزك يا شريف في الاهلي؟ انت مهاجم في النادي الاهلي، فانت مش شادو سترايكر مثلا، لا انت مهاجم. فلما بتلعب مهاجم في النادي الاهلي او عموما مهاجم، انت ما تضيعش فرص. ماشي تضيع واحدة لكن تحرز ال10 الباقي. انت لازم تجيب الاهداف، مش مثلا تصنع، لا انت اللي تجيب. دي مهمتك الاصلية. فكر قبل ما تاخدها، ما يكونش قدامك الدنيا كلها فاضية، مفيش حد بيلعب قدامك ولا اي حاجة وتشوط في الحارس المرمى. ليه يا شريف؟ ايوه يا شريف احنا بنبقى معانا نتيجة كويسة، ولكن فيها ايه لما نحسن من النتيجة؟ فيها ايه لما تفرح يا شريف؟ فيها ايه لما تفرح يا شريف وتفرح جماهير النادي الاهلي بهدف انت اللي جايبه؟ ليه يا شريف تقوم قمتك ماتشين 3 وتنام بعدها 20 ماتش؟ شريف فوق عشان احنا بنحبك ومش عايزين نستغنى عنك يا شريف، وعشان انت من اللعيبة المهمة في النادي الاهلي. فعلشان كده عايزين ان انت تعمل اللي عليك يا شريف في الملعب. يعني شوف الجون الثالث، شوف بجد الجون الثالث بتاع كهربا، شوف كهربا عمل ايه عدل نفسه. يعني كهربا اي نعم من المجهود الكبير في الشوط الثالث اللي كان في البلاس 90 كان له قندوسي بجد معنى الكلمه، وقندوسي رقص كويس وعمل اسيست بجد عالمي لكهربا، ولكن كهربا مش اول ما الكوره جات له شاط. كهربا يعني لمسها عشان كده جت في الجون، لكن كهربا عدل نفسه ركز كويس وشاطها. لكن انت يا شريف بيكون الدنيا فاضيه قدامك، الكره بتجيلك انت ما بتفكرش، بجد ما بتفكرش وبتدخل بيها على حارس المرمى. طب ما انت عندك هنا فاضي وعندك هنا فاضي وعندك هنا فاضي، تروح في اي حته، روح حط الجون بتاعك، دخل الجون بتاعك في المرمى من اي حته،
مش لازم يعني رقص يا شريف، بصيها يا شريف، بجد بصيها يا شريف. طالما انت مش عارف ان انت يعني تجيب هدف او تفكر، بصيها او ما تعملش خطوره ولا تروح عند المرمى، عشان احنا اللي بنتعب في الاخر. بصوا بقى، كوره عبد المنعم عارفين زي كوره مين؟ كوره الشناوي. كوره عبد المنعم اللي جت كده عامله زي كوره الشناوي اللي خد فيها طرد، عامله زيها. ليه بقى اللاعب اللي ادى لعبد المنعم ليه ما خدش طرد انذار؟ ليه؟ فين الفار؟ فين يعني ثانيه واحده، فين الفار؟ فين الحكم؟ فين الحنفي الحكم في المباراه؟ وفين الفار سيد شعبان؟ انا عايزه اسال بس، فين المساعدين برضو؟ يعني فين المساعدين اصلا؟ فهل عايزين تقنعوني ان كرة زي دي عبد المنعم وقع فيها والدكاتره دخلوله ما فيش ولا فار ولا حكام ولا اي حاجه شافوا الكرة دي ما عادوهاش؟ ليه ان شاء الله؟ ليه؟ لا ليه بجد؟ على قد ما المباراة تبقى حلوة على قد ما بيجوا الحكام بص تكات بسيطة بقى صغيرة بس بيبوظوا المباراة بجد. يعني انا نفسي مباراة للاهلي تكمل من غير ما يحصل حاجة من الحكام، بجد نفسي بجد امنية من امنيات حياتي بجد. الاهلي يا سيدي يا مدلعنا يا جدع يا اصيل. بس الاهلي ممزجنا. عارفين الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيقول لهم روحوا ناموا بتحلموا. الاهلي بيعمل كده، الاهلي بيعمل كده، روحوا ناموا بتحلموا. الاهلي البابا، الاهلي البابا، الاهلي بابا المجال، بابا الشغلانه. طبعا ايه لايف النهارده ايه مش هيبقى عن الاهلي بس، لا كمان في حاجات مفرحانا برضو غير الاهلي. طبعا العيد بقى وكده، وبقولوا لي انتوا عملتوا ايه في العيد، لكن في حاجات تانية كمان. المنتخب المصري للشباب، منتخب مصر للشباب يا جماعه مفرحنا. يعني خلاص ان شاء الله هو قرب تحت 23 سنه، قرب ان هو يتأهل لأولمبياد باريس 2024. فدي حاجة طبعا مفرحانا بعد فوزه على المنتخب المالي بنتيجة 1-0. يعني هو خلاص بقى متصدر المجموعة التانية برصيد 4 نقط، وبيليه في المركز اللي بعديه التاني مالي برصيد 3 نقاط. بيشارك طبعا كلنا عارفين ان في كاس الامم الافريقيه بيبقى فيه 8 منتخبات متقسمين على مجموعتين. فالمجموعه الاولى كان فيها منتخب المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعه الثانيه كان فيها منتخب مصر ومالي والجابون والنيجر. فمصر متصدره المجموعه بتاعتها. عارفين برضو ان الفائزين بيلعبوا على اللقب والخسرانين بيلعبوا على المركز الثالث. وطبعا كل اللي بقوله ان هو بالتوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله يقدم اداء مشرف. في حاجه كمان بقى عايزه اقولها، ان اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا التصنيف الشهري للمنتخبات لعام 2023 لشهر يونيو. بيتصدر منتخب الارجنتين التصنيف، وفي المركز الثاني المنتخب الفرنسي. مصر بقى، مصر في المركز 34 عالميا، متقدمة مركز عن شهر 4 اللي فات. يعني متقدمة مركز عن شهر 4 اللي فات، يعني بيحتل منتخب مصر المركز الخامس على مستوى قارة افريقيا بالظبط كده. تعالوا بقى لما اقول لكم الفرق المتصدرة في افريقيا. تعالوا بصوا بقى، الفريق الاول رقم 1 منتخب المغرب في المركز 13 عالميا. رقم 2 منتخب السنغال في المركز 18 عالميا. ورقم 3 منتخب تونس في المركز 31 عالميا. ورقم 4 منتخب الجزائر في المركز 33 عالميا. ورقم 5 منتخب مصر في المركز 34 عالميا. بالتوفيق لمنتخب مصر. وزي ما النادي الاهلي مباراته مهمه، لا يا جماعه برضو منتخب مصر مباراته مهمه، لازم نقف في ظهره ونشجعه. ويعني انتم متخيلين ان شاء الله مصر لما تاخد كاس الامم الافريقيه هتبقى واصله لفين في التصنيف؟
يعني هتعلى اكتر في التصنيف ان شاء الله ان شاء الله، ودي حاجة اكيد كلنا بنتمناها. يعني الاهلي اصلا الاهلي في المركز الخامس في التصنيف، مش في قارة افريقيا عموما، يعني على العالم الاهلي في المركز الخامس. فمنتخب مصر بقى عايزينه يعلى، عايزين منتخب مصر يعلى لاعلى درجة، ده منتخبنا وعايزين نشجعه. واتمنى ان اي مباراة ما نضيعهاش، يعني دي حاجة انا بتمناها، ما نضيعش اي مباراة للمنتخب ونتفرج عليه ونشجعهم ونقف في ظهرهم. ولو عرفنا ان احنا نروح ونتفرج على المباريات. كده انا خلصت كلامي. بصوا بقى، اتكلمت لكم في حاجات كتيرة قوي النهارده. بصوا بقى، قبل ما انهي عايزه اشرح ال3 اهداف لل20 مليون وال80 مليون. الهدف الاول من فاول لمحمد شريف في الدقيقه 19. علي معلول بيلعب الفاول، اثبت يا معلول، شوط صاروخ يا معلول، شوط قذيفه يا معلول على ابو جبل يا معلول، وهو بيحرز معلول الهدف الاول، الهدف الاول للنادي الاهلي. وي يا علي، وي يا علي، وي يا سيدي امرك، يا اهلي امرك، يا معلول امرك. جول اهلاوي، علي معلول يوزع يا معلول. الله عليك يا معلول. الاهلي يا سلام، عند معلول بينتهي الكلام، عند معلول بتنتهي كل التعبيرات اللي في الدنيا. لا 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 لا، معلول انت في القلب، انت مربع في القلب يا معلول. انت عمرك ما انت يا معلول احسن محترف يا معلول جه مصر وفي افريقيا كمان، ولا هيجي زيك ولا كان جه قبلك اصلا يا معلول. الهدف التاني بقى كان في الدقيقه 29، اسيست من معلول لعبد القادر اللي بص من بره ال18، من خارج ال18 بيظبط نفسه وبيعدل نفسه وبيشوط القذيفه التانيه النهارده. ايه عبد القادر يا حلاوتك يا علولو في البلاس 90. انتوا عارفين ان الاهلي بيسكت في البلاس 90، ده الاهلي بيسخن اكتر في البلاس 90. فايه الاهلي تجيله الفرصه وكندوسي يرقص مش واحده بس، لا ده يرقص قوي ويعدي من هنا ومن هنا. خد يا كهربا الكرة يا كهربا. بص بقى، كهربا بيعدل نفسه، بيظبط زاويته وبيشوط الكرة، واللي ابو جبل قصاد ال3 اهداف كان عامل بجد اللي هو ايه، كان مسبهل كده اللي هو انتوا بتعملوا ايه، بتعملوا فيها كده ليه، ارحموني بجد كان بيعمل كده. ف يا اهلي يا اللي ممتعنا، يا اهلي يا اللي مفرحنا. الواحد مش عارف بجد جون معلول احلى ولا جون عبد القادر ولا صاروخ كندوسي وكهربا، بجد الواحد مش عارف ايه. فعشان كده انا محتار، انا عايزاكم انتوا اللي تقولوا لي في الكومنتات انهي احلى، الهدف الاول لمعلول ولا الهدف الثاني لعبد القادر باسيست من معلول ولا الهدف الثالث لكهربا باسيست من كندوسي. اكتبوا لي في الكومنتات. ومليون مبروك علينا. بصوا العيديه الغاليه قوي، الثلاثيه نظيفه، المره ال14 الاهلي بيكسب بالثلاثيه مع كولر في الموسم الحالي. اوه ساتالانا باي باي يا جماهير الاهلي، باي باي يا 80 مليون. ما تنسوش الشير واللايك. بصوا كومنتاتكم، اللايف ده يلف الدنيا ويوصل لكولر. قولوا له كنزي الفزلوكه، كنزي الاهلاويه بتقولك يا ملك الثلاثيات، احنا عنينا ليك، قول بس انت عاوز ايه واحنا نديلك اللي انت عايزه يا كولر يا اللي بنحبك قوي. في حاجه كمان بقى عايزه اقولها قبل ما اقفل اللايف دوت، انا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في التيشيرت. عيد يعني جايبه هدوم جديده بقى العيد وكده، ايه رايكم في التيشيرت مبدئيا؟ بس التيشيرت ده جاي لي هديه من بيج اسمه تاتش سبورت، وبالتوفيق ليكم وان شاء الله يعني تكبروا اكتر في مجالكم باذن الله. تيشيرت حلو، وغير كده ثانيه واحده طباعه خاصه مكتوب عليه اسمي، مكتوب عليه من ورا اسمي، انا مش هينفع اتدور يعني، بس مكتوب عليه اسمي من ورا كنزي. عشان كده ايه التيشيرت عجبني قوي الصراحه. يلا بقى مع السلامه يا اهلي هنرجع لك تاني في مباراه جديده يا اهلي. يا اهلي عاوزينك يا اهلي ثلاثيه جديده يا اهلي، عايزينها تبقى بص مش 14 بس،
كتير، ودولاب بطولات الثلاثيات ما بيخلص، مش هيخلص مع النادي الاهلي ان شاء الله. وبالتوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي، وبالتوفيق للزمالك، هنشوف هيعمل ايه في البطوله العربيه. مع السلامه.